زيزو اليوم ظهر بشكل جيد الشوط الثاني كابتن محمد. زعل مني اللي انا قلت الاهلاوي يفوز. انت بزعل الناس دائما. لا لا، انا على فكره هم اخواتي واصحابي وانا اتمنى لهم كل التوفيق. بس قلت من باب محبه انه استمتع انت بكاس العالم. عشان كده انا كنت بقول لك ايه، ما احبش اكون على ماتشات مصر لانهم احيانا بيزعلوا. فاتمنى له، هو طبعا من الامكان عنده لعيب امكانيات كبيره، هو بيتعرض نوعا ما لضغوط، وزي ما قلت اللعيب لازم يستغل كل دقيقه بيلعبها في كاس عالم. بس هذه الضغوط كابتن طبيعيه لاي لاعب ينتقل من الاهلي للزمالك ومن الزمالك الاهلي. انا قلت لك ما فيش اي لعيب لعب في الاهلي والزمالك يا محمد تلعب في اكبر ناديين في العالم العربي مش عاوز تتعرض لضغوط طبيعي. لا ده طبيعي، تعامل طبيعي، وهو عنده امكانيات. الناس بتطالب اللي عنده امكانيات يا كابتن محمد. انا مبسوط على فكره مرموش النهارده. مرموش الشوط الثاني ممتاز. باداء ده مرموش اللي احنا نعرفه، وهتلعب معاك ان شاء الله في الماتشات اللي جايه، ودوره هيبقى كبير، خاصه ان شاء الله. اتمنى لصلاح تكون الاصابه خفيفه، لانه هو بيبقى في الثلث الهجومي يا كابتن محمد مهم عندنا، لازم تقل اللعيب بيبقى تقيل، اسم هو وصلاح في الثلث الهجومي بيبقى تقل، لهم تقل، هم زي المغناطيس لينا وللمنافسين، ييجوا عليهم تفضل مساحات للي حواليه.